وبضيف حلقة اليوم الدكتور عبد الله الخديري عضو هيئة علماء اليمن لمناقشة موضوع زكاة الفطر بين فريضة التكافل وإشكالية الجبايات في اليمن. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك، تحية طيبة. لو تحدثنا عن فريضة زكاة الفطر وأعطينا المشاهد نبذة مثلا عن فضلها وطريقة إخراجها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مقبلون على زكاة الفطر، ونحن الآن في العشر الأواخر من رمضان. وزكاة الفطر فرض النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير على كل رجل وأنثى حر وعبد من المسلمين. فقوله من المسلمين فإن هذه الزكاة زكاة الفطر خاصة بالمسلمين دون سواهم، هذا أولا. وثانيا حدد النبي عليه الصلاة والسلام مقدار زكاة الفطر في الحديث فقال صاعا، والصاع يساوي 3 كيلو تقريبا، يزيد أو ينقص إن كان أرزا أم تمرا أم كذا أم غير ذلك، هو يختلف باختلاف الأصناف. لكن من باب الأحوط نرى أن يخرج الإنسان 3 كيلوات من الأرز أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد، يعني من غالب القوت الذي يأكله الناس. فإذا الناس اعتادوا أن يأكلوا أرز مثلا أكثرهم فتخرج زكاة من الأرز، وإن كان أكثرهم يأكلون مثلا التمر فتخرج زكاة من التمر، وهكذا. لكننا نرى أيضا لتقلب الزمان ودورانه وتغير حال الناس في عبر القرون الماضية وإلى الآن، فإن الناس صاروا في هذا الزمن صاروا أكثر حاجة للنقد من غيره من عينات الأكل. فنقول لا حرج في ذلك أن يعطى الفقير مالا إن كان يسد حاجته ويحتاج إليه أكثر من زكاة العين، فلا بأس بذلك. وقد أفتى بهذا جمع من الصحابة والتابعين وغيرهم. وتكلمنا في هذه المسألة في مقال سابق بعنوان من أحكام زكاة الفطر، موجودة من أراد أن يطلع عليها. الأمر الثاني، لماذا فرض الإسلام زكاة الفطر؟ نعم، هناك حكمة معقولة المعنى أي تدرك، يعني هناك حكمة يدركها الناس من فرض زكاة الفطر، وهي حكمتان. الأولى قاصرة بمعنى أنها خاصة بالصائم نفسه، والثانية حكمة متعدية بمعنى أنها تتعدى الصائم ويستفيد غيره من هذه الحكمة. أما الحكمة القاصرة فهي خاصة بالصائم، طهرة من اللغو والرفث. وقد عد العلماء زكاة الفطر كسجود السهو في الصلاة، فإن سجود السهو يجبر ما نقص من الصلاة، وكذلك زكاة الفطر تجبر ما نقص أو شاب في الصيام أو مع الصيام من بعض الذنوب، وهكذا. فهي حقيقة زكاة الفطر تجبر ما حصل لك أيها الصائم أختي الصائمة أثناء صومك من ذنوب أو غيبة أو نميمة أو تقصير أو ما إلى ذلك. الحكمة الثانية حكمة متعدية، وهذه الحكمة هي الغالبة في تشريع زكاة الفطر، وهي السائدة، وهي التي جاءت من أجلها يعني فرضية هذه زكاة الفطر، وهي طعمة للمسكين. فالمقصود من زكاة الفطر أن تطعم المسكين في هذا اليوم، وأن تجعله فرحا مسرورا كبقية المسلمين، وهذه الحكمة الثانية من فرضية زكاة الفطر. فما أحلى أن يعني يتعاون الناس ويتكاتفوا، سيما في هذا الزمن الكل أصحاب حاجة، الكل أصحاب معاناة. فالأصل يتكاتف الإنسان مع بني جنسه من بني آدم، وأن يعطف غنيهم على فقيرهم، وأن يواسي بعضهم بعضا، وأن يسود التكافل والتراحم. ويفضل والواجب أن تخرج زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة، لكن لا بأس بإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين من باب الأحوط كما جاء في صحيح البخاري وغيره، والله أعلم. نعم.
بما يتعلق على من تجب هذه الزكاة، وكيف يقوم بها مثلا رب الأسرة عن بقية أبنائه، وما يتعلق ذلك من كثير من الأحكام والتساؤلات، سواء إذا كان البيت واحد والأسر متزوجة، يعني الأسر متعددة كل واحد مع زوجته في نفس البيت. هناك تحدث إشكالات كثيرة وتساؤلات كثيرة، ما الذي يمكن توضيحه أيضا في هذه النقطة؟ نعم، بالنسبة لزكاة الفطر أيها المستمعون أو المشاهدون الكرام، هي تجب على رب البيت ومن تلزمه نفقته، بمعنى إن كان لديه أولاد قصر ليس لهم مال فيلزم رب البيت أن يدفع عنهم زكاة الفطر، وكذلك يدفع عن زوجته إن لم يكن لديها مال، فإن كان لديها مال فالأصل أن تدفع عن نفسها. نعم. عندما تكون الأسر في عدة أسر في بيت واحد، بمعنى وكذلك لا يفوتني، وكذلك حتى من شدة اعتناء العلماء بزكاة الفطر وإشاعة التكافل والتراحم بين المسلمين، حتى إن بعض الفقهاء أوجب زكاة الفطر على الصبي والمجنون. يجب على ولي الصبي والمجنون أن يدفع عنهما زكاة الفطر، إن كان لهما مال فمن مالهما، وإن لم يكن لهما مال فيجب على الولي أن يدفع عنهما زكاة الفطر. نعم. ذكرت وقت بداية زكاة الفطر، هل بالإمكان أن تزيد أن تتقدم على اليومين والثلاثة عند رأي الفقهاء؟ يجوز. نعم، كثير من الفقهاء أفتى بجواز بإخراج زكاة الفطر حتى من أول رمضان، يجوز. ولكن الأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، فإن لم يتمكن أو شعر أنه سيضيق به الوقت ولا يستطيع أن يتمكن من رؤية المحتاجين والمساكين فيخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. طيب، أحكام تأخير الزكاة إلى وقت صلاة الفجر، إلى وقت صلاة العيد، ومن فاته إخراجها بعد ذلك، وما يتعلق بهذه الأمور. هو الأصل أن يخرجها كما قلنا قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد مباشرة، الواجب إخراجها للفقراء والمساكين. فإن تعمد تأخيرها إلى بعد صلاة العيد فقد أثم، وهي صدقة من جملة الصدقات، ليست لها مزية مثل ما كانت قبل صلاة العيد. وإن لم يتعمد تأخيرها ولم يتمكن ولم يستطع وهكذا فلا بأس بذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب دكتور عبد الله والمشاهد الكريم، نحن أجرينا استطلاعا ميدانيا من مدينة تعز عن طريق الزميل أحمد مكيبر، وتم سؤال المواطنين عن زكاة الفطر وكيف يخرجونها ويؤدونها. نتابع هذا الاستطلاع ثم نكمل نقاشنا. زكاة الفطر هنا في مدينة تعز وفي الريف نقدمها في الغالب أشياء عينية، سلال غذائية توزع للفقراء والمساكين، وهذا هو الأصل فيها، أن توزع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيها ويخرجها للناس، وكما حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن توزع أشياء عينية من الدقيق والأرز وغير ذلك مما يحتاجه المواطنين. والله زكاة الفطر هي فرض على كل مسلم ومسلمة، فممكن يخرجوها ناس شيء مالي، ممكن ناس يخرجوها بشيء عيني، فضروري ان الكل يؤديها. زكاة الفطر فريضة أوجبها الله تبارك وتعالى على الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير، وهي زكاة تخرج ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى كل فرد صاعين من بر أو شعير أو تمر أو زبيب من الأكل الذي يأكله. وهناك فتوى القرضاوي رحمة الله عليه تخرج مال لمصلحة الفقير. الفقراء بأمس الحاجة اليوم إلى المال من أجل أن يسدوا حاجات العيد، هم بحاجة إلى كسوة، بحاجة إلى أن يفرحوا يوم العيد. فأنا أوجه رسالة إلى جميع التجار وإلى جميع من يخرج زكاة الفطر أن يخرجها بيده،
للفقراء والمساكين والمحتاجين وخاصة للجيران. كل منا ينظر عن يمينه وعن شماله ويبدأ بالأهم فالأهم ويخرجها بيده لأنها فريضة سيسأل عنها بين يدي الله. الزكاة تعتبر من الشيء الواجب والمفروض أنك تعمله وكل إنسان يؤديه، فهي تؤدي بالعشر الأواخر، خاصة إذا كان الرجل يعني إذا ما يستطيعش بالمال يستطيع بالقمح، بالتمر، بالذرة، بالأرز، بأي حاجات عينة. وأما الذي يعني اللي معه أموال معه كل شيء يعني يستخدمها بالأموال، يخرجها بالأموال. وأهميته إن تزكية النفس، تزكية المال اللي معه تحصل فيه بركة وتحصل أجر من الله سبحانه وتعالى. إذن شكرا للزميل أحمد مكيبر على هذا الاستطلاع ولكل الذين شاركوا فيه. أعود إليك دكتور عبد الله الخديري، ما تعليقك على ما ذكر في الاستطلاع من آراء الناس وحديثهم، وإلى أي مدى ترى بأن الوعي في هذه المسألة منتشر في وسط الناس؟ في الحقيقة قبل التعليق أود أيضا أن أبين أنه تجب زكاة الفطر حتى على المولود الذي يولد قبل غروب شمس ليلة العيد. إذا ولد مولود قبل غروب شمس ليلة العيد فيجب على وليه أن يدفع عنه زكاة الفطر. وكذلك بالنسبة للذين تلزمهم زكاة الفطر، الرجل والمرأة والصغير والكبير، إذا فضل عن قوت يومه وليلته، فإذا كان الإنسان عنده قوت يكفيه لليوم والليلة فيدفع ما زاد على ذلك. وإذا كان الإنسان مثلا في البيت عنده خادما أو عاملا يشتغل في البيت فيدفع ما فضل عن مصروف العامل ومصروف أولاده، ما فضل عن ذلك في ذلك اليوم يدفع زكاة الفطر. بالنسبة لما قاله بعض الإخوة هنا الذين تكلموا، بعضهم قال صاعين، لا ليس صاعين، هو صاع فقط. فرض النبي صاعا، والصاع يساوي قلنا قبل قليل 3 كيلو، ما يعادل 3 كيلو أو أقل من ذلك بقليل، فهذا الصاع بالنسبة للصاع. بس حبيت أوضح الجزئية اللي تتكلم عنها. بالنسبة لتسليم زكاة الفطر، الناس معلوم في بلادنا في اليمن أنهم مغلوبون على أمرهم، يعني هم بين نارين، إن دفعوا زكاة الفطر فقد لا تروح لمستحقيها، قد لا تدرج لمستحقيها بسبب الجشع والظلم والذي يعلمه الكثير، وإن لم يدفع فسيطالب بذلك ويؤاذى ويلاحق. فنقول الحل هنا وبالله التوفيق، إن استطاع أن يدفعه للفقير مباشرة فبها ونعمت، وهو الأفضل براءة للذمة حتى يطمئن أنها وصلت. وإن كان مجبرا على أدائها لمن يقوم عليهم بقوة الحديد والنار وأن يدفعوها لهم حتى يدفعوها بعد ذلك للفقراء والمساكين، فيدفعها إليهم اتقاء شرهم وقد برئت ذمته. نعم، إن كان مجبرا قد برئت ذمته. طيب، ما تعليقك دكتور عبد الله على عملية جباية زكاة الفطر من قبل الجهات المسؤولة أو المسيطرة سواء على هذه المنطقة أو تلك، سواء المسيطرة في مناطق سيطرة الحوثي أو في عدن أو في غيرها من المناطق؟ هل هذا العمل يتناسب مع الحكمة من شرعنة هذه العبادة أم أن فيها تجاوز؟ وهل ترى بأنها تصل إلى المحتاج أم لا؟ أولا أخي الكريم، أحكام الشريعة لا تتجزأ ولا تتبعض بالنسبة لحكم المسألة، بمعنى أن زكاة الفطر إذا أخذتها الحكومة أو الميليشيات هنا وهناك فإن الواجب عليهم جميعا، حكومة أو ميليشيات، عليهم جميعا أن يوصلوا هذه الصدقات إلى مستحقيها شرعا، وإن لم يوصلوها إلى مستحقيها فإنهم آثموا بذلك ولم تبرأ ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى. فهو الحكم كلي للجميع في مسألة الإيصال، لا خلاف في ذلك. ولكن نحن نقول إذا علم أصلا ابتداء أنهم لا يصلوها إلى مستحقيها، وعلم ابتداء أنهم يأكلونها، وعلم ابتداء أنهم يتساهلون فيها، فما الحل في ذلك؟ الحل في ذلك كما أسلفنا قبل قليل،
إذا استطاع الإنسان أن يوصل زكاة الفطر لمستحقها قبل العيد بيوم أو يومين فهو أفضل وأبرأ للذمة. وإن لم يستطع ولم يملك إلا هي وهو أمام اتجاه إجباري فعليه أن يدفعها لمن يحكمه سواء حكومة شرعية أو غيرها لتبرأ ذمته، لكنهم لا تبرأ ذمتهم إلا أن يوصلوها إلى مستحقها. وهنا يعني أنصحهم جميعا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. نحن في شهر فضيل وأيام فاضلة، فليتق الله. جاء في الصحيح: على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وقال: ما من عبد يسترعي الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال أيضا: اللهم من شق على المسلمين فاشقق عليه. وكم من الأحاديث في الصحاح وغير الصحاح التي ترهب الحاكم من الظلم أو البطش أو سرقة أموال الناس بغير حق أو ما إلى ذلك. ألا فليتق الله كل إنسان حاكما أو محكوما أو ما إلى ذلك. طيب، سؤال ختامي لك دكتور عبد الله فيما يتعلق بالذين يحرصون على أن يخرجوا الزكاة مرتين، المرة الأولى التي يتم جبايتها لهم بغير إرادتهم سواء من هذه الجهة أو تلك، والمرة الثانية ما يدفعونه مباشرة إلى المواطنين أو إلى الفقير أو إلى المحتاج مباشرة منه. هل هذا الإجراء يعني أحوط من غيره؟ قلناها قبل قليل، هذا من باب الأخذ بالأحوط وليس فيه شيء، الأمر واسع من باب، بس أهم شيء أن يكون عنده مال يستطيع أن يدفع مرة أخرى، هذا أهم شيء. فإن لم يكن لديه إلا مال واحد فقط يدفعه مرة واحدة فقد برئت ذمته، دفعها إلى الفقير مباشرة أو إلى من يحكمه مباشرة برئت ذمته بالنسبة له هو. لكن إن كان لديه سعة ويستطيع أن يدفع مرة ثانية وثالثة مثلا على سبيل المثال، فلا بأس أن يدفعها مرة أخرى لمستحقها. الاستقطاع الذي يكون من الراتب يكفي يجزئ؟ الراتب أصلا هو لا يكفي، الراتب أصلا لا يسد الحاجة. لكن احنا قد أسلفنا قبل قليل وقلنا إن الشريعة والفقهاء قرروا أن زكاة الفطر تجب إذا كانت فاضلة عن قوت يومه وقوت أولاده ليوم وليلة. بمعنى لو أن الراتب استلم الآن الراتب وهذا الراتب أصلا لا يكفي شيء. لا نتحدث عن استقطاع الجهات المسؤولة أو الحكومية للزكاة من الراتب، هل يجزي؟ إن استقطعت تجزي، نعم تجزي عن صاحب الحاجة، عن صاحب المال، نعم تجزي عنه، نعم تجزي وهو لا عليه شيء، تجزي وليس عليه شيء. لكنه من لم يوصلها، الذين استقطعوها إن لم يوصلوها إلى مستحقها آثموا. حتى لو كان الاستقطاع قبل موعد الراتب بشهر مثلا، هذا نعم يجوز بناء على أن الفقهاء بناء على أن بعض الفقهاء أفتوا بجواز إخراج زكاة الفطر حتى قبل العيد بشهر. نعم يجوز. نعم. الدكتور عبد الله الخديري عضو هيئة علماء اليمن، شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله.